في الفيديو ده هنشوف قصص مثيرة لأشخاص قدروا إنهم ينجوا من تنفيذ الحكم عليهم بالإعدام بأعجوبة. بس قبل ما نشوف القصص دي مع بعض يلا نذكر الله ونصلي على الرسول. في إيران في عام 1997 تم القبض على سيدة اسمها زليخة بتهمة الزنا، وزليخة في الوقت ده كان عندها 20 سنة. عملوا لها محاكمة وتم إدانتها وتم الحكم عليها بالإعدام رجما حتى الموت. وفي إيران تنفيذ الحكم في القضايا اللي زي دي لازم يتم في ميدان عام، وبالفعل حفروا حفرة كبيرة لزليخة وحطوها في الحفرة لحد وسطها وردموها بالتراب وابتدوا إنهم ينفذوا الحكم عليها وبدأوا إنهم يرموها بالأحجار. ولما فقدت الوعي اقتحموا بعض الأهالي من قريتها مكان المحاكمة وطلبوا من هيئة تنفيذ الحكم والأشخاص اللي بيقوموا بعملية الرجم إنهم يتوقفوا لحد هنا، لأنهم اعتقدوا إنها خلاص ماتت. بعدها تم نقل جثمانها للمشرحة، وهناك الأطباء اكتشفوا إن لسه فيها النفس وابتدت إنها تفوق وتتحسن لحد لما استردت كامل وعيها. طبعا هيئة تنفيذ الأحكام حبت إنهم يعيدوا المحاكمة ويعدموها من أول وجديد، بس قصتها انتشرت جدا سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، والناس اتعاطفت معاها ومنظمات حقوق الإنسان طلبت إيران بالعفو عنها. وبالفعل وبعد ضغوط كتير اتمرست على الحكومة الإيرانية تم الإفراج عن زليخة وإصدار العفو الكامل عنها، وبالفعل تم الإفراج عنها وخرجت من السجن في 27 نوفمبر من عام 1997. القصة دي أحداثها حصلت في أواخر القرن ال19. جون بابيكون خدم لفترة في الملكية البحرية البريطانية، بس بعد فترة من التقاعد جون ملقاش حاجة يعملها فقرر إنه يشتغل لص محترف. عمل له كام جريمة سرقة بس كان بيتقبض عليه، بيتم محاكمته وبيدخل السجن وبيأدي العقوبة بتاعته، بعدها بيخرج من السجن. الظاهر كده إن جون لقى نفسه مش نافع في السرقة فقرر إنه يشتغل خادم في المنازل. بس في عام 1885 تم العثور على صاحب البيت اللي بيشتغل عنده جون مقتول طعنا بآلة حادة، وجون كان هو الشخص الوحيد المتواجد معاه في البيت، وطبعا تم توجيه تهمة القتل ليه. لما قاموا بتفتيشه وجدوا جرح عميق في دراعه. تمت إدانته من غير محاكمة، خاصة إنه كان شخص سيء السمعة علشان جرائم السرقة اللي احنا قلنا عليها، وحكموا عليه بالإعدام شنقا. بس في يوم تنفيذ الحكم لما كانوا بيعلقوه في المشنقة ويجوا علشان يفتحوا باب السقالة علشان تتم عملية الشنق، الباب ما كانش بيتفتح أبدا، وفضلوا يجربوا في محاولة الشنق 3 مرات ونفس الموضوع كان بيتكرر، لدرجة إنهم فكوه من المشنقة وجربوا إنهم يفتحوا باب السقالة من غير ما يكون جون متعلق في المشنقة، ولقوا إن الباب بيتفتح بسهولة جدا. الأطباء والضباط اللي بيقوموا بعملية تنفيذ الحكم حسوا إنهم بيقوموا بعملية إيذاء بدني للشخص ده، خاصة إن شد حبل المشنقة من غير ما باب السقالة يتفتح كانت بتعرض جون لألم شديد جدا، لدرجة إن الطبيب اللي كان مشرف على عملية الشنق حس بإعياء شديد جدا، لدرجة إنه طلب منهم إنهم يأجلوا تنفيذ الإعدام. وطبعا الواقعة دي كانت في مصلحة جون، لأنه تم إلغاء الحكم بالإعدام وخففوا الحكم من الإعدام للسجن المؤبد. وبعد سنوات من الاستئناف خرج جون من السجن، والكلام ده كان في 1907. في عام 1740 تم الحكم بالإعدام على شاب اسمه ويليام دول، والشاب ده كان عنده 17 سنة، والحكم ده تم بعد إدانته كشريك في الاعتداء على بنت اسمها سارة جريفن في إنجلترا، وتم الحكم عليه بالإعدام في 24 نوفمبر من عام 1740، وتم تنفيذ الحكم وشنقه مع 4 تانيين في مدينة تيرن. والشخص اللي كان بينفذ عملية الإعدام قال إن جثة ويليام فضلت متعلقة على المشنقة لمدة 20 دقيقة، ودي المدة اللي كانوا بينقلوا فيها بقية جثث المعدومين لمركز تدريب طبي، وفي المركز ده كانوا بيستلموا جثث الناس اللي بيتحكم عليهم بالإعدام علشان طلاب كلية الطب يتدربوا عليهم لمادة التشريح، بياخدوهم ويقطعوهم ويشرحوهم قال يعني ايه بيذاكروا. ولما جت دور على جثة ويليام حطوه على لوحة تقطيع، بس الطالب اللي كان مكلف بتشريح جثة ويليام حس ان الجثة بتتنفس بس ببطء شديد، بس في خلال دقايق النفس بقى أسرع وأحسن، بس بعد ساعتين قدر ويليام انه يقوم ويقعد بشكل مستقيم. الغريبة انه ما افتكرش انه اتعدم من اساسه ولا افتكر اي حاجة حصلت له. بعدها رجعوه تاني للسجن، بس لما الناس سمعوا بقصته عملوا وقفات احتجاجية كتير علشان يخرجوه من السجن، وبالفعل السلطات هناك وافقت على الغاء الحكم بالاعدام واستبدلوا الاعدام بالنفي، وبالفعل تم نفيه الى بوسطن، وهناك عاش لحد لما بقى عمره 85 سنة.
قصة وينسز قصة عجيبة، ومن كتر عدم منطقيتها ممكن مش كل الناس تصدقها، بس هي قصة حقيقية وقعت أحداثها أثناء الثورة المكسيكية في أوائل القرن العشرين. وينسز كان جندي مقاتل أثناء الثورة دي، تم القبض عليه من قبل السلطات المكسيكية وتم الحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص، وطبعا تم إصدار الحكم عليه من غير ما يعملوا له أي محاكمة. ومش هو لوحده، لأ ده كان معاه كتير من الثوار في الوقت ده. وعقوبة الإعدام رميا بالرصاص عندهم كانت بتحتاج 10 من المسلحين. 9 من المسلحين دول كانوا بيطلقوا الرصاص على الشخص المحكوم عليه بالإعدام بشكل عشوائي، يعني في أي مكان في جسمه. أما المسلح العاشر فده كان بيستهدف مكان حيوي في جسم الضحية. مع إن أنا بصراحة مش شايفة أي لازمة لل10 مسلحين، هو واحد بس مسلح كان هيقوم بالمهمة دي كلها. تبذير أوفر بصراحة. احتفظ بقى أنا بآراء لنفسي ونرجع ونكمل قصتنا. وفي يوم تنفيذ الحكم على وينسز، ال9 ضباط اللي كانوا مكلفين بإطلاق النار بشكل عشوائي ابتدوا إنهم يضربوا النار على جسم وينسز. أما الضابط العاشر اللي كان مكلف بالضربة القاضية فابتدى إنه يطلق النار على الرأس مباشرة، وأطلق رصاصة واخترقت راسه بالظبط، واعتقدوا طبعا إن الرصاصة دي خلاص كده قتلته. الرصاصة بالفعل اخترقت راس وينسز وسببت له ألم شديد جدا. وينسز بقى كان ذكي جدا، تظاهر بأن الرصاصة دي خلاص قتلته، يعني عمل لهم فيها ميت علشان يخدعهم ويسيبوه في حاله. واللي كان عايز وينسز بالفعل حصل. الضباط اللي كانوا بيقوموا بعملية المحاكمة افتكروا ان وينسز خلاص مات، فابتدوا انهم يغادروا مكان المحاكمة. وينسز بقى انتهز الفرصة دي وابتدى انه يزحف لحد لما وصل لكنيسة. الكنيسة دي كانت مجاورة لمكان محاكمته. بس انا لفت نظري في القصة انهم سابوا الجثة ومشيوا في مكان طل كده، غالبا سابوا الجثة للكلاب والقطط. ولما وصل وينسز للكنيسة، في الكنيسة قدموا له الرعاية الصحية اللازمة لحالته لحد لما خف وتعافى تماما. بس للأسف الرصاصة اللي أخدها وينسز في راسه تسببت له في تشوهات خطيرة كمل بيها بقية حياته. وعاش وينسز بعد الحادثة دي 60 سنة علشان يتوفى وهو عمره 85 سنة. أكيد مفيش أي حد بيتمنى الموت لأي شخص، بس لما تم الحكم على روميل بالإعدام بالحقنة المميتة، الناس في وقتها شافت إن الحكم ده عادل جدا وهو أكيد يستاهله، وده طبعا من كم الجرائم اللي هو ارتكبها. اسمه روميل بروم، وولد في 4 يونيو من عام 1956. الشخص ده ارتكب جرائم كتيرة جدا، من سرقة بسيطة لسرقة سيارات وحتى السرقة بالإكراه. بس الجريمة اللي ارتكبها وبسببها تم الحكم عليه بالإعدام كانت اعتداؤه على بنت صغيرة عندها 12 سنة جنسيا. وكمان ما اكتفاش بالجريمة البشعة دي، لا ده كررها تاني مع بنت عندها 14 سنة. بعدها هرب من الشرطة، بس تم القبض عليه والحكم عليه بالإعدام بالحقنة المميتة. وفي اليوم اللي كانوا مقررين انهم ينفذوا فيه الحكم بالإعدام حصلت حاجة غريبة جدا. الدكتور اللي كان متخصص في ضرب الحقنة دي للمحكوم عليهم ما لقاش اي وريد في ايد روميل. فضل ساعتين كاملين يديله في حقنه ورا حقنه علشان يلاقي وريد، بس ما لقاش اي وريد، لدرجه ان المحامي بتاعه قال ان الطبيب اداله الحقنه في العظم مباشره علشان ينفذ الحكم بالاعدام، وهو كان مربوط على الكرسي وبيتلوى من شده الالم. غالبا الاورده بتاعته هربت من الخوف. عامه هو يستاهل علشان دي جريمه خسيسه، والشخص اصلا خسيس، وسبحان الله حتى ضحكته خسيسه زيه. ما علينا، في النهاية اضطروا انهم يأجلوا تنفيذ الحكم بالإعدام، والمحامين بتوعه انتهزوا الفرصة دي علشان يستأنفوا الحكم. تم تأجيل موعد إعادة إعدامه حتى عام 2022 علشان يتوفى روميل بروم في السجن بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة نتيجة إصابته بفيروس الكورونا، وهو كمان وفر عليهم ثمن الحقنة المميتة. في ولاية لويزيانا بأمريكا عام 1944 تم العثور على جثة دكتور صيدلي اسمه أندرو توماس مضروب بالنار في الصيدلية بتاعته. جهات الأمن في الولاية دي فضلوا يدوروا كتير على أي دليل يدلهم عن القاتل، بس للأسف لم يتم العثور على أي دليل لحل القضية، وفضلت القضية متعلقة لمدة 9 شهور لحد ما في يوم الشرطة قبضت على شاب اسمه ويل فرانسيس في ولاية تكساس لجريمة تانية خالص غير جريمة الصيدلي المقتول. وبعد ما الشرطة قامت بتفتيش الشاب ده وجدوا في جيبه محفظة الصيدلي المقتول، وطبعا الشرطة على طول وجهت له الاتهام في جريمة القتل، بس لم يتم تقديم أي دليل حاسم على إدانته بالفعل في الجريمة غير موضوع المحفظة ده.
وكان في تناقضات كتيرة جدا في الادعاءات اللي قدمتها الشرطة. وأثناء المحاكمة كان باين جدا الاضطهاد العنصري اللي اتعرض ليه ويلي فرانسيس، وده بس علشان هو كان أسمر اللون أو أسود اللون، والشاب المقتول أو الصيدلي المقتول كان شاب أبيض اللون. والجريمة طبعا أخدت شكل عنصري، وخاصة إن السود في الوقت ده في أمريكا كانوا بيتعرضوا لظلم عنصري شديد جدا. حكموا عليه بالإعدام بالصعق الكهربائي، ودي وسيلة إعدام موجودة في أمريكا بتتم عن طريق وضع الشخص على كرسي متوصل بكابلات كهرباء، بعدين بيقوموا بتوصيل الكابلات دي بالكهرباء فبيموت بالصعق الكهربائي. وبالفعل قعدوا ويلي على الكرسي وربطوه بالأسلاك وابتدوا ينفذوا حكم الإعدام. فضل يصرخ بشكل هستيري ويقول لهم فكوني، أنا مش قادر أتنفس. أنا مش عارفة بقى هو كان جايب الثقة دي منين، المفروض إنه بيتعدم وبيموت يعني. اتضح بقى ان الكرسي الكهربائي لم يتم تجهيزه بشكل صحيح، لان الحارس اللي كان مسؤول على توصيل الكابلات كان مخمور وما وصلش الكابلات بالشكل الصحيح، يعني بدل ما يتقتل صعقا بالكهرباء هو كان بس بيتعذب. فكوه بقى من الكرسي واجلوا تنفيذ الحكم، وهو طبعا حاول انه يستأنف علشان يطلع من السجن، بس للأسف تم رفض الاستئناف. وبالفعل تم تنفيذ الحكم بالإعدام عليه بعد سنة من الواقعة دي. كان عنده وقتها 17 سنة. آن غريان، والسيدة دي تم الحكم عليها بالإعدام بعد ما اتقبض عليها وهي بتدفن جثة طفلة صغيرة. قصتها غريبة جدا، تحس كده انك بتتفرج على فيلم عربي قديم. دي سيدة كانت موجودة في القرن ال17. خلال القرن ده السيدات كانوا بيتعرضوا لاضطهاد وظلم شديد جدا، واللي زاد الامر سوء انها كمان كانت بتشتغل خادمة في احد المنازل. وفي يوم من الايام البنت دي حملت سفاحا من حفيد سيدها اللي كانت بتشتغل عنده، وبعد 9 شهور من الحمل ولدت الطفلة، بس للأسف الطفلة اتولدت ميتة. حاولت آن انها تتخلص من جثة الطفلة وتدفنها، بس لسوء حظها تم القبض عليها وهي متلبسة بالجريمة دي. وجهوا لها تهمة قتل الطفلة وتم الحكم عليها بالإعدام شنقا. تم تنفيذ الحكم في آن وبالفعل شنقوها، بس لما الممرضات حطوها في التابوت اللي المفروض هتندفن فيه لقوا ان لسه فيها النبض. الاطباء استغربوا جدا من اللي حصل ده وحاولوا انهم ينقذوا حياتها ويسعفوها، وبالفعل ادوها ادويه كتير وكان من ضمنهم حقنه شرجيه من التبغ. بعدها تعافت آن تماما واستردت وعيها. القاضي بقى اصدر عليها حكم بالبراءه، اعتبر ان اللي حصل ده علامه من ربنا بانها بريئه، وبالفعل خرجت آن من السجن وكملت بقيه حياتها. اتجوزت وخلفت وعاشت حياة مستقرة وهادية مع جوزها وأولادها. الغريب بقى إنها احتفظت بالتابوت اللي كانت هتندفن فيه كهدية تذكارية. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.